السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم. يوم جديد وحلقة جديدة وموضوع جديد عبر قناتكم الحقيقة وإن أغضبت البعض. في البداية صلوا على المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولا تنسوا من دعم القناة بالضغط على زر اللايك وجرس التنبيه. بعض شعب طويق، الشعب السعودي، شعب الجزيرة العربية التي تسمى اليوم المملكة العربية السعودية، أحفاد الصحابة، البعض منهم مندهش أو مصدوم من أن هناك إعلاميين ومشاهير كانوا داعمين للمملكة العربية السعودية وفجأة تغيرت مواقفهم في الأزمة الحاصلة هذه الأيام، ووقفوا مع الباطل ضد الحق. والباطل معروف طريقه والحق معروف طريقه. الحق من تناصره المملكة العربية السعودية، والباطل من يناصره خدام وعملاء الصهيونية. أنا شخصيا لم أستغرب أبدا انقلاب هؤلاء المشاهير أو الإعلاميين، سواء من دول الخليج العربي أو من مصر أو من بقية الوطن العربي. لماذا؟ لعدة أسباب. البعض يقول مرتزقة. نعم، هم مرتزقة، ما فيها كلام. في بعضهم وليس كلهم، بعضهم مرتزقة، وأكبر مرتزقة معروف، الذي كل يوم في حال باع أرضه وباع أهله وباع بلده وتركها للصهاينة، وطرد من عدة دول من الكويت ومن الأردن، وجاء حضر للسعودية وقدمت له مساعدات، لكن إنسانية وليست رشاوي مادية، ثم ارتضى في حضن دولة الكاميرات. هؤلاء المشاهير، وأنا قلت بعضهم يعني لأن تكونوا مرتزقة، بعضهم مرتزق بعضهم لا، مغلوب على أمره. هؤلاء المشاهير بعضهم مغلوب على أمره. يقول لي واحد كيف مغلوب على أمره؟ أنا أقول لك، اشتهرت دولة الكاميرات بأنها تستضيف بعض السياسيين والإعلاميين والمشاهير، وتستضيفهم استضافة ضخمة في فنادق ضخمة، وتسكنهم حتى في أجنحة ضخمة، ولكن لا يعلم هؤلاء السياسيين أو الإعلاميين أو المشاهير بأن هذه الغرف أو هذه الأجنحة ملغمة بكاميرات. حيقول لي واحد طيب إيش المشكلة؟ طيب إذا كان في كاميرات، أول شيء مجرد وجود كاميرات داخل غرف الفنادق هذه مشكلة كبيرة ومخالفة صريحة شرعا وقانونا. هذا جانب الآخر، الكاميرات هذه يتم وضعها للتجسس على هؤلاء المساكين داخل غرفهم. أما يكونوا في وضع غير، يعني أي واحد في غرفة نومه يأخذ راحته، سواء حتى لو كان لوحده بملابس أو بدون ملابس، هذه أمر خاص يعني داخل غرفته، طبيعي. ذا الجانب الآخر ربما يكونوا في وضع مع زوجاتهم مع أهلهم، أمر طبيعي. واحد مع زوجته في غرفة النوم، أي تصرف أمر عادي. هذا جانب يتم تصويره. أيضا البعض منهم ضعاف نفوس، يتم تقديم لهم، يعني خلاص انتم فاهمين، يعني بعض فيكونون في وضع مخالف شرعا ويتم تصويرهم. كل هذا التصوير بعد ذلك يتم الاحتفاظ به. عندما تحصل أزمة مثل الأزمات اللي تحصل بين الدول أو أي أمر ما يرغبون في دعم هذا الموضوع، يتم تهديدهم بابتزازهم على الصح بهذه المقاطع الفيديو التي صورت لهم داخل غرف نومهم في الفنادق. هنا إيش يصير؟ لو حاول مثلا، نفترض أنه مثلا من الكويت أو من البحرين أو من عمان، يطالبونه بالوقوف في صفهم. لو لم يقم هذا الشخص بتأييدهم ودعمهم ومعاداة خصومهم،
هنا يتم ابتزازه بتهديده بهذه المقاطع التي تم تصويرها، فيضطر غصبا عنه مكر أخاك لا بطل أن يقف معهم رغم أنفه لدعمهم ودعم قضيتهم التي في الساحة في ذلك الوقت. لذلك لا تستغرب عندما تجد ناس فجأة انقلبوا. يا ناس في ناس أنا شخصيا والله انصدمت فيهم، خصوصا خليج. يعني أنا لو كنت جنسية عربية، مع احترامي لبعض العرب وليس كل العرب، رخيصين. العربي رخيص تشتريه، ليس كل العرب، أكرر ليس كل العرب، بعض العرب رخيص تشتريه بثمن بخس بدراهم معدودة، بالذات بعد بحد الدول معروف انها شعبها رخيص، تبيع برخيص، تشتريه بأبخس الأثمان. لكن الخليجي صعب تشتريه إلا من خلال ابتزازه بالتصوير في هذه في الفنادق. ولذلك تجد خليجيين فجأة وكانوا مع السعودية انقلبوا على السعودية، لا تلوم، أقول ربما أنه يتم ابتزازه من خلال هذا التصوير.